أهلا بيكم في حلقة جديدة من رضوى ورضوى، برنامج بودكاست هدفنا فيه تبسيط العلوم ونشر الوعي الصحي. كل حلقة بننزلها بأربع أشكال، بالعربي وبالإنجليزي وبشكل صوتي بس يعني بودكاست، وشكل فيديو هنا على يوتيوب. وهتلاقوا كل الروابط في وصف الفيديو ده، والمراجع بتاعتنا كمان هتلاقوها في الوصف تحت. معاكم رضوى عويشة، ورضوى شرف. دكاترة في كلية صيدلة. كنت سمعت من قريب ناس بتتكلم عن حاجة اسمها الدين المناعي. ممكن تشرحي لنا أكتر ده عبارة عن إيه؟ اه بالظبط فعلا يا رضوى، في كلمة انتشرت يعني في الفترة الأخيرة اسمها الدين المناعي أو بالإنجليزي immunity debt. وللأسف هو مفهوم غلط، يعني في حد طلعه هو اللي يقصده بيه إن إحنا بسبب إنه في الفترة بتاعة الكورونا كان في عزل جامد وكل الناس لابسة كمامات وكل الناس بعيدة عن بعض. ففي ناس معتقدة إن بسبب كده إحنا مناعتنا ضعفت، لأن إحنا مش متعرضين للفيروسات ولا للبكتيريا ولا الحاجات دي، فبالتالي مناعتنا ضعفت. وده مفهوم خاطئ جدا، يعني يعني العلماء كتير حوالين العالم حاولوا يوضحوا للناس ان المفهوم ده مش مظبوط، وان كلمة الدين المناعي دي كلمة مش موجودة اصلا عند علماء المناعة. طب هو ليه المفهوم ده غلط؟ مش هو الجسم ما تعرضش للميكروباتي فيمكن يكون فعلا اتأثر؟ هو المفهوم غلط ليه؟ لأن هو بيفترض إن الجهاز المناعي ده عامل زي العضلات، إن إحنا محتاجين دايما ندربه ودايما نستخدمه كتير وإلا هيضعف. وده مفهوم غلط، لأن إحنا الجهاز المناعي بتاعنا مش بيشتغل بالطريقة دي، مش محتاج إن إحنا اللي نقعد ندربه وإن إحنا يجيلنا أمراض كتير عشان هو يشتغل. لأنه هو عامل بالظبط زي ألبوم الصور كده. الجهاز المناعي كل ما يشوف فيروس جديد أو ميكروب جديد أو بكتيريا جديدة بياخد منها صورة ويحتفظ بيها في ألبوم. فهو عامل زي ألبوم الصور أو مجموعة كده من الصور. فالمجموعة دي لو واحد شايل ألبوم عنده مثلا في الدولاب، هل الصور بعد شوية هتضعف مثلا أو تختفي؟ لا، هو مش محتاج إن هو يجربها، هي الصور موجودة والجهاز المناعي بيفتكر الحاجة اللي عدت عليه قبل كده. فبالتالي هو مش زي العضلات اللي محتاجين ندربها أو نشغلها. الحاجة التانية إنه إحنا الجهاز المناعي ده على طول متعرض لميكروبات. إحنا في بكتيريا كتير عايشة على الجلد وعايشة في الجهاز الهضمي، فإحنا يعني دايما متعرضين لميكروبات، والجهاز المناعي دايما بيشوف ملايين وملايين من الميكروبات طول الوقت. فهو مش محتاج ان هو يعني يعيا جامد عشان يعني يدرب نفسه او حاجه زي كده. المفهوم نفسه مش مظبوط وما هوش علمي يعني. حلو قوي تشبيه الألبوم بتاع الصور ده هيلزق معايا. طب ليه مفهوم الدين المناعي ده حاجة خطر؟ إن ممكن الناس تبقى مصدقة فيه. بالظبط، هما العلماء يعني بيأكدوا للناس ان خطر ان الناس تنشر معلومه زي دي، لان المعلومه دي بتخلي الناس تفتكر انها حاجه كويسه انها تعيا، او حاجه كويسه انها يجيلها عدوى. يعني فكره ان احنا في ناس بتحب تصدق ان احنا مش محتاجين التطعيمات، وان الاحسن ان الواحد يتعرض للبكتيريا لوحده او يتعرض للفيروسات لوحده، وبالتالي لو تعرض لها كده مناعته تبقى احسن. دي مفهوم غلط. يعني احنا الحمد لله التطعيمات ساهمت في ان في امراض كتير الحمد لله مش بنشوفها او مش متعرضين ليها، زي مثلا شلل الاطفال. كان زمان عدد كبير قوي من الناس عندهم شلل، يعني عندهم رجل مش بيحركوها او عندهم مشكلة كبيرة زي كده، واحنا الحمد لله قدرنا بالتطعيمات ان احنا نتغلب على المشاكل دي. ففكرة ان احنا نرجع بقى تاني الايام ما كانش فيه تطعيمات، وان احنا لازم كل الناس تعيا واللي يعيش يعيش واللي يموت يموت واللي يجيله شلل يجيله شلل، دي فكرة غلط. وبتخلي الناس يعني رافضة إنها تاخد التطعيمات، ورافضة إنها تعمل الحاجة العلمية المظبوطة، وتفضل إنها تعيا. وإحنا بالعكس، يعني العيا المستمر ده مش حاجة كويسة للمناعة بتاعتنا. مم. فالمفهوم نفسه يعني خطأ وخطر بسبب كده. الحاجة التانية إن إحنا كل ما حد بيعيا أو يجيله عدوى أو العدوى دي تتكرر، ده ممكن يسبب له حاجات مثلا تستمر معاه فترة طويلة. يبقى عنده مثلا أزمة على طول بسبب فيروس التنفس المخلوي، أو إن هو يجيله يعني أي حاجات مستمرة معاه فترة طويلة بعد العيا ده. المشكلة بقى لما نيجي نحتاج مثلا إن إحنا نقول للناس إنها تاخد التطعيمات، أو إن هي تلبس كمامات أو تعمل أي حاجة من الحاجات اللي احتاجناها في الوقت اللي كان حالات الكورونا شديدة جدا. الناس بقى هتبقى عندها مفهوم إن ده هيضعف مناعتها، أو إن ده هيأذيها، أو إن ده هيأذي ولادها، فبالتالي الناس هتبقى رافضة
إنها تاخد أي حاجة من الإجراءات الاحترازية اللي إحنا يعني اضطرينا لها في وقت من الأوقات وممكن نضطر لها تاني. م. طب ازاي يا رضوى نفسر ان دلوقتي انتشرت اعداد الاصابات بالانفلونزا وفيروس التنفس المخلوي؟ لو مش الدين المناعي يبقى ايه السبب؟ بالظبط، هو فعلا اللي حصل إنه في أطفال يعني في آخر مثلا سنتين ونص، الأطفال الصغيرة اتأخر عنها إنها تتعرض للفيروس التنفسي المخلوي. وعادة الأطفال على بال ما تتم سنتين بتكون معظم الأطفال جالها الفيروس التنفسي المخلوي وخفت منه وعندها مناعة منه. بس بسبب الإجراءات الاحترازية هو ممكن يكون اتأجل شوية أو اتأخر شوية إنها تتعرض للفيروس ده. بس ده مش معناها إن مناعتهم ضعفت، مش معناه إن هما كانوا محتاجين الفيروس ده عشان مناعتهم ما تضعفش، ما كانوش محتاجين الفيروس ده عشان يدربوا الجهاز المناعي. دي المفهوم ده نفسه غلط. هو التأجيل ده ممكن يكون تسبب إن هو يعني جزء من النقطة دي مظبوط، إن هو فعلا التأجيل ده خلى يبقى فيه عدد كبير من الأطفال يعني يتصابوا بالفيروس ده. بس ده برضو ما بيفسرش ليه في حالات شديدة جدا، ليه في حالات أطفال في الوضع العادي لما كان بيجي الفيروس التنفسي المخلوي كان بيخفوا منه بسرعة، لكن هما دلوقتي في ناس بيجيلها وأطفال بتجيلها وتدخل المستشفى وتحتاج رعاية مركزة وتتعب جامد جدا. فإحنا يعني التفسير، إحنا لسه ما عندناش تفسير لده. أحد التفسيرات العلماء طرحوها في حاجة زي كده، ان ممكن يكون فيروس الكورونا نفسه هو اللي اضعف مناعة الناس اللي هم تعرضوا ليه، فبالتالي م- مش قادرين ان هم يقاوموا الفيروسات التانية اللي جات لهم. بس م- في الاخر يعني فكرة ان الدين المناعي هو اللي بيفسر حالات الفيروسات التنفسية ده موضوع غلط يعني، ومهوش تفسير علمي، والعلماء نفسهم يعني مش شايفين ان هو صح. م. شكرا على المعلومة يا رضوى، محتاجين ننشر الكلام دوت علشان نبدأ نصلح بعض المفاهيم دي. نتمنى تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في قناة البودكاست واليوتيوب عشان تسمعوا الحلقات الجديدة من برنامجنا، وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا إشعارات لما ننزل حلقات جديدة. ولو في موضوع معين حابين نتكلم فيه، تقدروا تتواصلوا معنا على فيسبوك وإنستجرام وتويتر تحت اسم رضوى أن رضوى، أو تسيبوا لنا تعليق على فيديو اليوتيوب. شكرا لوقتكم، ونشوفكم في الحلقة الجديدة إن شاء الله.